النمط الرابع للأسف، النمط الرابع الديسورجنايزد اتاتشمنت أو الارتباط العشوائي. نفس الحكاية بس بطريقة أسوأ كتير. الأب دوت عنيف، مش مبسوط، عنده مشاكل كتيرة، كان عنده مشاكل كتيرة مع أهله، ما جربش الحنان، مش عارف بالظبط هو عايز ايه. بيقرا الجورنان، بنته بتعيط، بيروح متنرفز رازع الجورنان في الارض وجاري على بنته، وهو واقف فوق السرير بتاعها بيقول لها مش كفايه بقى عياط، انا زهقت كل شويه عياط، اعمل ايه؟ استني لما مامتك تيجي. وبيبدا يزعق لها بطريقه جامده وهي طفله صغيره، وبيصرخ فيها، ويروح طالع من الاوضه من غير ما يعمل اي حاجه. بعد ما طلع من الاوضه بيتمنى انها تسكت، للاسف ما سكتتش، قعدت تعيط اقوى واقوى واقوى. رجع فتح الباب بعنف ودخل عليها، بص لها وراح شايلها من السرير. هي متوقعه ان هو يحضنها او هي يحن ما عليها، صدقت. ما صدقت، لكن هو شالها جامد قوي لدرجه ان هي بدات تحس بالالم، وبرضه ما قدم لهاش اللي هي عايزاه. نوع الارتباط دوت العشوائي بيحصل للأسف للأطفال اللي حصل لهم أبيوز في البيت، سواء الأبيوز دوت عاطفي أو جسدي. الغريب جدا او حتى لفظي، أو حتى لفظي. صعب قوي إن نفس الأشخاص اللي المفروض يقدموا لي قاعدة الأمان، جنة الأمان، هم نفس الأشخاص اللي بيتعدوا عليا، بيهددوني باللفظ أو بالجسد أو أي نوع من أنواع التحرش.